قول لي يا باشا، انت دلوقتي بتشتغل هنا في الدراسة، والساعة دلوقتي 3:15 بالليل، وانت واقف كده لوحدك في الطل. انت بتشتغل هنا ايه بقى؟ شغال بعقد هنا تبع حي وسط القاهرة. يعني معلش حضرتك امن يعني غفير مثلا؟ لا ده وردية، شغال شباب خارجين بعقد. انت شباب خريجين؟ شباب خارجين. حضرتك خريج ايه؟ دبلوم صناعة دفعة 85. 85 يعني انت بتخرج دلوقتي بقالك يا صلاة النبي 27 سنة وما تعيناش لحد دلوقتي. وما تعينتش. انت شغال ايه بقى هنا في الجراج ده؟ شغال على الكمبيوتر هنا محاصر. العربيات تدخل وتخرج يعني؟ انت اللي بتدخلهم وانت اللي بتخرجهم؟ بنضرب الكارت هنا ندخل العيال ونخرج من الناحية التانية من حاسب. تمام. بتقبض كام بقى في الشهر؟ 130 جنيه. 130 جنيه. قول والله العظيم. والله العظيم 130 جنيه. وبيطلع لك كام حسنة من الزباين بقى؟ دي ارزاق بقى بتاع ربنا. يعني ممكن مثلا يطلع لك في حدود 130 جنيه كمان زيهم في الشهر. الارزاق بتاع ربنا، ممكن يوم 10 يوم 15 يوم نصيبها بقى. ده لكن انت مرتبك الاساسي 130 جنيه. 130 جنيه. عندك كام عيل؟ عندي 5 اولاد. ومتجوز؟ وامك عايشه معاك؟ وامي عايشه معاك. وحماتك عايشه معاك؟ لا. وكلكم سايبين الشقه كلها قاعدين في اوضه طبعا؟ هنعمل ايه طيب؟ هتعمل ايه؟ لا والله ايه ده بجد؟ انتوا كلكم سايبين الشقه وقاعدين في اوضه؟ انت ساكن فين؟ بني سويف ان شاء الله. اجدع ناس. وبتيجي من بني سويف للدراسه علشان خاطر 130 جنيه. هنعمل ايه؟ غطيني وصوتي ياما. طيب اخر سؤال عشان ما اطولش على حضرتك. انت خدت مرسي ولا شفيق؟ والله انا ما نزلتش البلد عشان انتخب ده او ده. لا انت خدت ده ولا انت خدت ده؟ اللي قبل كده ما نفعنيش. احنا دينا 30 سنه متخرجين، دينا 25 سنه وما تعيناش لحد دلوقتي. تمام. يبقى انت شايف ان صوتك ربنا يولي من يصلح. ادي اللي نقدر نقوله. انت شايف ان صوتك مش مهم؟ فانت ايوه صوتي مش، الناس الغلابه اللي زعلتنا مش مهمين، لان ما حد اللي قبلهم ما سالوش فينا، يبقى احنا اللي جاي مش يسال فينا برضه، لان خلاص انا عندي دخل على 44 سنه وما تعينتش، يبقى ايه اللي بقى لي من عمري؟ اللي جاي ده ينفعني في ايه؟ مش هينفعني في حاجه. لان مثلا من دفعه 84 85 لحد دلوقتي ما تعيناش. هو ده الظلم اللي احنا عشناه. تمام. يبقى اللي جاي دي انا عالم، انا مش ضامن نفسي اعيش قد اللي عيشته. فانت يأست. ايوه ما هو يعني من 84 لحد 85 دفعتنا لحد دلوقتي ما تعيناش. انا ضامن نفسي اعيش قد اللي عيشته. شبابك راح يعني. ايوه ما خلاص. الا ليت الشباب يعود يوما. معلش هتتعدل ان شاء الله. هتتعدل ان شاء الله. يمكن مرسي والاخوان يعملوا حاجه مفيده. والله ربنا يولي من يصلح. هذا اللي نقدر نقوله، وربنا يولي من يصلح. نفسك ايه الرئيس اللي جاي سواء كان مرسي او شفيق يعمل بما يرضي الله ورسوله في البلد دي. يعامل الناس كلها سواسيه، سواء مسلم مسيحي، يعامل الناس كلها بما يرضي الله ورسوله. الناس تعيش مستريحه. تمام. طب يوفر للناس معيشه حلوه، والناس مرتبات حلوه، ورغيف العيش يبقى كويس، والناس تعيش في امان. نفسك مرتبك يبقى كام؟ انا اللي يكفي معيشتي بس، مش طمعان. كام؟ اديني رقم. اللي يعني قيمتي للناس اقل مرتب زي الناس ما عايشه وخلاص. كام؟ قول لي كام. بقول لك الحد الادنى يبقى 600 جنيه. نفسك في 600 جنيه مرتب؟ يا ريت 600 جنيه ولا حسنه، ربنا نضاعف شغل ثاني ولا كده ونكفي المعيشه بتاعتنا. بس انا مش طالبين حاجه غير كده، ان الستره بس من عند الله وخلاص. ونعم بالله. بس بتصلي يا حاج؟ والله بصلي الحمد لله فرض. بتدعي ربنا انه يفرج عليك؟ والله بدعي ربنا ان يصلح حال البلد عشان عيالنا اللي طالعه دي، مش عشان اي حاجه. اخر مره اكلت لحمه كان امتى؟ كل اسبوع بناكل مره. بالهنا والشفا يا ريس. الله يخليك. طب انت مش نفسك في اي حاجه؟ محتاج اي حاجه؟ الله يخليك. الحمد لله طالبين الستره من عند الله عز وجل بس، والصحه اهم حاجه في الدنيا دي الصحه. لا مال ولا حاجه تنفع غير الصحه بس، وربنا يقوينا على فعل الخير. ونعم بالله. طيب انا هستأذنك واتمنى لك كل توفيق في حياتك العمليه. ويا رب يبقى مرتبك 600 جنيه كده. يا مسهل يا رب. ماشي. الف شكر لحضرتك. الف شكر.